السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معاكم هنعمل وصفة سهلة وسريعة ولذيذة وموجودة في كل بيت، حاجة اقتصادية وسهلة وسريعة. هنعمل المزية. هنقطع الجزر حالا زي ما انتوا شايفين كده طرنشات، او عايزة تحطيه مصحح عادي برضو تمشي. هنحط عليه شوية سكر وشوية مية ونرفعهم على النار لحد ما تستوي. هنيجي اوريهالكم زي ما انتوا شايفين كده، نضربها بالهاند بلندر او الخلاط، اي حاجه عاديه عندك، المتوفر عندك اضربي بيه. وهنجيب بعدها بقى استفندي وبرتقان، اللي موجود عندك اي حاجه متاحه، استفندي برتقان اي نوع. هنقشره طبعا زي ما انتوا شايفين كده، بس هننضفه كويس ونشيل منه البذر اللي في قلبه. نشيل البذر كويس، لازم تشيل البذر كويس عشان ما يديش مرارة في قلب الحاجة. هو سهل يعني، هتقطعي زي ما احنا كده شايفين عمال نقطع شايفين كده زي ما انا عملته كده. وهنحط شوية مية ونضرب بالهاند بلندر عشان يبقى سهل بس معانا، او برضو في الخلاط عادي زي ما قلتلكوا، اي حاجة متوفرة عندكم هتبقى سهلة. هنصفيه ونحطه على على الجزر اللي احنا ضربناه ونرفعهم على النار. حالا هنقعد نقلب فيه لحد بس لما يغلي، وهحط السكر على حسب الرغبة، زي ما انتوا عايزين. انا حالا طبعا هدوقه طبعا عشان اشوف كل واحد، وبيبقى على حسب ما هو بيحب السكر في الحاجة. دلوقتي هنشوف وتظبط السكر بتاعك لحد ما يغلي، بس هنحط نشا كده ندوبها 3 4 معالق كده على قد الكمية اللي انت عاملاها، وندوبه. اول ما غلي هننزل بالنشا على طول لحد ما يتقل معانا القوام طبعا. مثلا لو عملتي شوية واحتاج منك النشا تاني عادي ممكن تدوبي وتحطي، بس التانيكي سايباها على ما تغلي كده شوية. طبعا فانيليا اخر حاجة لان بتدي مرارة لو غليتها كتير. وبعدين بقى نغرف في الاطباق. حاجة سهلة وسريعة وموجودة في كل بيت، ولو جايلك ضيوف ولا حاجة ومحتارة تعملي ايه، او عندك اطفال عايزين حاجة حلوة تعملي لهم، تبقى سهلة يعني، وبالهنا والشفا لكم.